السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. اهلا بكم يا جماعة في فيديو النهاردة. احنا عايشين في عالم مليان الوان واشكال، مليان ناس ليهم طباع وتقاليد مختلفة. في ناس بتفكر بطريقة وناس بتفكر بطريقة تانية خالص، بس في الاخر كلنا بشر. الاختلاف ده مش عيب، بالعكس ده سر جمال الحياة. في الفيديو ده هحكي لكم قصة صغيرة بس فيها مغزى كبير جدا. قصة هتفكرك انك مهما كنت مختلف عن اللي حواليك، الاختلاف ده هو اللي بيكمل الصورة، بس في نفس الوقت لازم تحافظ على هويتك وما تقلدش حد تاني. خلينا نبدأ. كان في شاب اسمه كريم، دايما فضولي وبيحب يتعلم. قرر يسافر لدولة تانية، بلد جديد عليه في كل حاجة، اللغة والأكل واللبس حتى الضحك. في الأول حس إنه تايه، كان بيشوف الناس دي كلها مختلفة عنه. فكر للحظة، هو أنا مكاني هنا ولا لأ؟ لكنه خد نفس عميق وقرر يسيب قلبه مفتوح. بدأ يسمع الناس، يشوف حياتهم، واكتشف حاجات ما كانش يتخيلها. الناس دول رغم اختلافهم عندهم نفس الأحلام ونفس الضحكة. واحد نفسه يحقق حلمه، واحدة نفسها تعيش في أمان. كريم اكتشف إن قلبنا واحد مهما اختلفنا. بس كمان كريم كان فاهم إن انبهاره بالناس ما يخليهوش ينسى هو مين. كان دايما فخور ببلده وبأصله، وبيحكي لهم عن مصر وعن الأكل اللي بيحبه هناك، وعن صوت أم كلثوم، عن الأهرامات اللي كل الناس بتحلم تشوفها. كان بيشاركهم بس عمره ما قلدهم. فضل كريم مختلف وفضل محافظ على هويته، لأنه عارف إن الاختلاف مش معناه نقلد بعض، الاختلاف معناه نتعلم من بعض من غير ما نفقد نفسنا. وفي نهاية الفيديو ده أحب أقولك ما تخافش من الاختلاف، ما تبعدش عن الناس اللي شكلهم مش شبهك، بس خليك دايما فاكر إنك مميز وهويتك جزء منك. لما تقابل حد مختلف عنك افتح قلبك وتعلم منه، بس خليك دايما فخور بنفسك وبأصلك وما تقلدش حد تاني. الاختلاف بيكملنا بس هويتنا هي اللي بتميزنا. لو عجبتك القصة شاركها مع صحابك، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. كن دايما منفتح ومحترم للاختلاف، بس حافظ على نفسك زي ما هي. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.